النهارده قلت عايزه اكل جمبري. انا بقالي كتير ما اكلتش جمبري بالصوص الابيض. انا عملته لكم قبل كده فيديو بس في القناه القديمه، فقلت نعمله النهارده. فعملته بجد، ريحته وطعمه تجنن. شايفين؟ بصوا الشكل، شايفين الجمبري؟ ومغذي جدا وحلو لبتوع الدايت، مرضى السكر. بجد شغل فاخر من الاخر، وطريقه سهله وفي 5 دقايق هتخلصي الجمبري ده. وقبل ما نبتدي الوصفه بتاعتنا دي، اللي اول مره بيشوفني، انا اسمي ساميه، واشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الجمبري لايك وشير، ويلا بينا على الوصفه. ومعانا المكونات سهله وبسيطه. معانا هنا معلقه صغيره ملح، والملح ده حسب الرغبه بتحدقي. نص فلفل، نص معلقه صغيره، ومعلقه صغيره كمون، معلقتين زيت، وممكن تعملي معلقه زبده بدلها، ده حسب الرغبه. معلقه كبيره مايونيز. هنا ده معلقتين دقيق كبار، ممكن تعمليه بدقيق اللوز او دقيق جوز الهند، ده علشان اللي عاملين دايت وبتوع السكر. يعني دي اكله جميله جدا ومفيده جدا. ومعانا نص كيلو جمبري مقشرينه متنضف، ومعانا كوبايه لبن، وتلت كوباية بصل، وتلت طماطم، وتلت فلفل أخضر، وتلت أحمر، وتلت أصفر، ومعلقة كبيرة توم مفروم. الخضار ده بتزودي تنقصي، ده حسب الرغبة برضو. وتعالوا نمشوا واحدة واحدة نشوفوا هنعملوا ايه. ومعانا معلقتين الزيت، وزي ما قلنا اللي عايز يحط بدالهم زبدة. ومعانا معلقة التوم الكبيرة، ويا دوب تتشوح بالشكل ده، وتشمي ريحه التوم طلعت، الريحه حلوه قوي. معانا البصل اللي احنا مقطعينه خرط رفيعه، هنحطه برده ونشوح. وكده البصله اتشوحت مع التومه. نيجوا جايبين بعد كده الخضار اللي عندنا، الفلفل الالوان والطماطم، ونقلبهم مع التوم والبصل. شايفين الالوان والشكل والطعم؟ بجد حاجه تجنن كده. ننزل الملح والفلفل والكمون ونقلبهم مع الخضار بالشكل ده. وبعد كده هنجيب معلقتين الدقيق ونقلب لحد الدقيق ما يختفي معانا وما يبقاش باين خالص بالشكل ده. ونضيف معلقه المايونيز ونقلبها، ونزود كوبايه اللبن، وتدوقي الحدق، ونسيبه كده. اول ما يغلي نبتدي ننزل الجمبري. ووصفة سريعة جدا ما بتاخدش وقت خالص. وكده الصوص بتاعنا غلى، شايفين؟ وهنجيب الجمبري بتاعنا وننزله، و5 دقايق بالظبط ونطفي عليه. وكده خلصنا الجمبري بتاعنا. شايفين جماله؟ شايفين حاجة كده وهم. وممكن نزينه لو عندك بقدونس طازة اللي هو اخضر هيبقى طبعا احلى، فانا ما عنديش، ولكن ده بيحل محل البقدونس الاخضر. شايفين لونه اخضر ازاي؟ حاجه بجد جميله جدا. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. واجمل جمبري بالصوص الابيض، بجد بجد طعم وريحه.